هل كل الناس اللي اتعرضوا لظروف صعبة زي الحروب أو النكبات أو حتى كانوا بيشوفوها ممكن إن هم يجي لهم اضطراب قرن بعد الصدمة أو قلق أو اكتئاب؟ معاكم نهلة عبد الباقي، أخصائية نفسية. في البداية خلينا نأكد إن مش كل الناس اللي مرت بظروف الحرب يجي لهم قرن بعد الصدمة أو اضطرابات نفسية، وإن في ردود أفعال طبيعية وفي ردود أفعال شديدة جدا ممكن ان هي توصلنا فعلا للناحيه المرضيه. ردود الافعال الطبيعيه زي ان احنا بنتاثر بنزعل، ولكن رغم التاثر والزعل اللي احنا فيه احنا بننزل وبنندمج مع حياتنا الطبيعيه وبنروح شغلنا ومدارسنا والدنيا نوعا ما بتمشي، وده بيكون رد الفعل الطبيعي. اما بقى ردود الافعال الشديده اللي ممكن توصلنا للناحيه المرضيه فدي كده بتكون مجموعه من الاعراض ممكن تظهر علينا، وبشرط ان لازم تكون الاعراض دي ظهرت لمده متصله ما تقلش عن اسبوعين او 3. وكمان عشان نقول لو في حد عنده اضطراب قرن بعد الصدمه او مرض نفسي ان هو فعلا عنده مرض نفسي، لازم يكون في تشخيص من حد متخصص، مش اي عرض كده يظهر عليا، ومش اي حد كده يقول لي انت عندك اكتئاب او انت عندك صدمه او انت عندك قلق. لازم زي ما بقول الاعراض دي تظهر لمده متصله، وان انا اروح لحد متخصص علشان خاطر ياكد لي انا فعلا عندي المشكله دي ولا لا.